في سنة 1221 هجري، أتصور 1812 هجم مجموعة من النواصب على العراق. ما أريد أسمي التسميات بس أرجع إلى التاريخ يذكرونها. يعني مجموعة من النواصب هجموا على العراق وأقاموا مجازر، سووا مجازر بكربلاء وغير كربلاء. وكان من ضمن الحملات حملة على النجف الأشرف. شو يريدون يسوون؟ يريدون يجون إلى أمير المؤمنين إلى القبر، ينبشون القبر ويطلعون جسد علي بن أبي طالب ويضرمون فيه النار ويدقون بالهواوين ويذرونه في الهواء. شوف المشروع اللي عندهم. لا تقول لي ما صار. شوف من يوم هجموا الدواعش سووا هذا لو ما سووا. هالشكل خطتهم. يجون إلى النجف، يقتحمون النجف، يدخلون حرم أمير المؤمنين، يحفرون القبر، يطلعون الجسد ويحرقونه بالنار ويدقونه بالهواوين. ليش؟ لأن الشيعة الروافض ذولا مشركين، وهذا يعبرون عنه صنمهم. فإذا طلعناه وحرقناه بعد شو تزورون؟ حرقنا ذيك السنة. فإجوا حاصروا حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه. من سمعوا كثير من أهل النجف خافوا وقالوا هذا بعد خلاص يا روح ما بعدك روح. كثير انهزموا، ظلوا قلائل. شيخ جعفر كاشف الغطاء، السادة القزاونة، مو قزاونة كربلاء وهم أهل الفضل، لا قزاونة النجف غير. مجموعة من العلماء كانوا موجودين، كان من ضمنهم شيخ خضر شلال. والنجف عليها أسوار، بقايا الأسوار إلى الآن موجودة، تقريبا 4 أسوار داير مدارها الآن، وزيلت بقايا السور القديم موجود. فالمراجع حتى تعرف شلون المرجعية هي اللي توقف تدافع عن الدين، عن التشيع، عن العقيدة. نزعوا الجبب، نزعوا العبي، حملوا البنادق وقرروا الدفاع. قالوا ما حد يوصل إلى حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه إلا على أجساد، لو إحنا لو هم. توصل إحنا اليوم ما نصير مراجع، ما نصير مشايخ، نصير أعتاب. توصلون إلى علي إحنا اعتبرونا أعتاب، على جنائزنا تمشوا، ما حد يطب، هذا علي. فسدوا الأبواب. سمعوا ذول النواصب من خلف السور يقولون لهم إحنا ما لنا شغل وياكم، إحنا إلنا شغل بهذا المعبد اللي عندكم اللي تعبدونه، جايين شغلنا ويا علي. فأنتوا من الآن الباكر اطلعون، أنتوا حريمكم عيالكم مأمنين ولا أحد يتعرض لكم. باكر من الصبح نهجم على النجف إلا نشوفه نذبحه، العرض يهتك، هذول نسوانكم ناخذهم سبايا جواري، وانتم يعني دواعش بمعنى الكلمة دواعش، حتى أطفالكم ذولا عبيد إلنا، انتم تذبحون ونوصل للقبر ونحرق علي. تريدون تسلمون على عمركم من الآن. سدوا الأبواب، والرجال كلهم المتبقين في النجف والمراجع كلهم داير مدار السور، البيوت اختلت، الحضرة ما بها أحد. شيخ خضر شلال هذا صاحب الدعاء المستجاب، شوف اللي يعتقد بأنه من يجي يزور ما يزور ضريح، يزور علي، ما يزور شباك، يشوف علي. اجى إلى قبر أمير المؤمنين وقال كلمة اللي إلى الآن احنا نهوس بها في عزاننا. ايه؟ يقول له سموك حماي الحمى وتريد لك حماي. يعني احنا جايين تاركين، هو من خارج النجف، يقول انا اجيت جاورت وغيري حتى من نوقع بشدة نحتمي بيك. يعني اليوم انقلب الزمن تاليها انت تحتمي بينا، احنا ايش قيمتنا؟ انت اللي يكون تدافع عنا، مو احنا اللي ندافع عنك. سموك حماي الحمى وتريد لك حماي. قال بس هاي الحكاية انت بكيفك بعد، ترى باكر راح يطبون علينا. يوم الثاني من الصبح هم طول الليل يسمعون صهيل الخيل، يسمعون زعقات الرجال. من الصبح ما يسمعون صوت، ساعة ساعتين ما يسمعون صوت. فتحوا أبواب النجف، أبواب السور، ما طلعوا. وإذا الجيش انهزم والمتبقي اللي حاول يقتحم مقطوع إما طولا أو عرضا.
القطع شلون؟ مو قطع اعتيادي، حط بالك للكلمة. القطع إذا كان عرض، يعني مثل ما يقولون قط أو قد، إذا كان بالعرض القسم الفوقي بقد القسم الجواني التحتي، وإذا قد بالطول هالقسم مثل هالقسم. والأغرب من هذا، المفروض إذا عضو انقطع أكو لحم أكو دم، مو تمام؟ لا، هذا محل القطع مثل الكي، يعني اللحم الداخلي أسود، فإجوا يقيسون القطعتين، هذا المقسوم نصفين، يقيسون يشوفون هل قسم قد هالقسم. فالمراجع قالوا هذه ضربات علي بن أبي طالب، هذه ضربات علي بن أبي طالب، لأنه إن ضرب طولا قد، وإن ضرب عرضا قط، وما يحتاج ضربة ثانية، ضربته نجلاء يعني لا يثنيها. فما يوم توسل شيخ خضر شلال بأمير المؤمنين، حضر أمير المؤمنين، دخيلك يا أبا الغوث.